واه خونا انا بديت قبل منه ودابا هو سبقني حتى كي دار ليها ويلاه بدا الشهر اللي فات وصل للانجازات وانا بديت من العام اللي فات وحتى نتيجه ما بانت. اذا كنتي من النوع اللي كيجيوه بحال هاد التساؤلات ففي هذا الفيديو غادي نكشف ليك على السر اللي ما كيخليكش توصل له، وبالتالي غتعرف السر اللي غيخليك تضمن النتائج اللي كطمح ليها. اول حاجه ما تسولش شحال خصني ديال الوقت باش نوصل للهدف ديالي، ولكن سول راسك شحال خصني نعاود الخدمه من مره باش نوصل للهدف. بكل بساطه السر اصدقائي كاين في قوه التكرار، اللي هو المعيار اللي كيحدد الاتقان ديال الخدمه ديالك والجوده ديال النتائج اللي انت باغي توصل بها. اذا كنتي باغي تطلع فورمه واعره فراه بوش ابس وحده ما عمرها غادي تراسي لك عضلات الصدر، وتمرين واحد ديال عضلات البطن ما عمره غادي تراسي لك سيكس باك لي زابدومينو. اذا كنتي باغي تولي محترف كتابه فراه ارتيكل وحده ما غاديش تردك كاتب محترف، واذا كنتي باغي تولي محترف مونتاج فراه فيديو واحد ما عمره غادي يخليك تشرب الميتيه. اذا السر فين كاين؟ السر كاين في التكرار. الفرق بين الناس اللي وصلوا والناس اللي بقاو في بلاصتهم هو ان الواصلين كانوا كيعاودوا نفس الروتين يوميا والمده طويله من دون انقطاع، والفاشلين كتلقاهم كيعاودوا نفس الروتين شهر كامل وفي التالي كيجيهم الملل كيحبسوا الخدمه. واش هادشي كيعني ان الناجحين ما كيجيهمش الملل؟ بكل تاكيد لا، الملل داخل في الطبيعه البشريه، اي انسان كيحس به. الفرق هو كيفاش كتعامل مع الملل. الناجح كيتاقلم مع الملل وكيحاربوا بالتحسين والتطوير والابداع، والفاشل كياخذ من الملل عذر باش يقنع راسو ان الغلط ماشي ديالو. وباش تفهم مزيان نعطيك مثال بيانيت. اذا دخلتي للقناه ديالي على يوتيوب فاين درت غتلقاني عاود نفس الروتين لمده 8 سنوات منذ سنه 2015 الى سنه 2023. واخا كنت كنحس بالملل وشي مره كتجيني النشوه ديال الاستسلام كنربط على قلبي ونقاوم ونغمض عيني على النتائج اللي في كل لحظه كنصور فيديو نشوفو ما فاتش 200 مشاهده كنبغي نحبس، ولكن شي حاجه لداخل كانت كتقول لي كمل وكاع لا توصل، كمل وكاع لا توصل. وحتى اذا ما وصلتيش للهدف فراك حاولتي ويكفيك شرفا انك تموت وانت تحاول. بهذه العقليه وليت كنلوح الفيديو في القناه ونساه، حتى كنتفاجئ من بعد الفيديو رقم 700 ان القناه نقزات في ظرف سنه واحده من 50,000 مشترك الى 100,000 مشترك، وفي 4 اشهر نقزات من 100,000 مشترك الى 180,000 مشترك. هنا فهمت اصدقائي ان الحياه كتبغي تفشلك العاني باش تشوفك واش بصح باغي ديك الحاجه ولا باغي غير السميه ديال انه عندك ديك الحاجه. تخيل معايا 50k ما وصلت ليها غير ب 700 فيديو، و100k وصلت ليها فقط غير باقل من 100 فيديو. هنا غتفهم القوه ديال التكرار، وغتفهم علاش الحجره اذا بغيتي تهرسها خاصك تضربها وتعاود تضربها بالفاس. كل ضربه كتبدا تحس براسك بحال غير كتخوي الماء في الرمله حتى كتوصل للضربه رقم 100 وكتهرس الحجره. واش هذا الشيء كيعني ان الضربه الاخيره هي اللي طيحاتها بالكاو؟ الجواب لا، بل كل ضربه من الضربات الصغيره، كل خطوه من الخطوات الصغيره ساهمات في الحدث الكبير. وهذا الشيء علاش صديقي صديقتي من اليوم خاصنا نتعلموا نعوضوا سؤال شحال ديال الوقت خاصني باش نوصل لشحال من مره خاصني نعاود نفس التمارين الممله، شحال من مره خاصني نضرب الحجره باش تهرس، وماشي شحال ديال الوقت غيخصها باش تهرس. وهنا غنجاوبوا على السؤال اللي افتتحنا به المقال، علاش خونا وصل في ظرف قليل والاخر وصل معطل. الجواب عدد مرات التكرار ديال الانسان الناجح اكبر من ديال الانسان الفاشل. كاين اللي خدمه ديال عام كيديرها في شهر، كل نهار كيعاود نفس الروتين، وكاين اللي خدمه ديال شهر كيديرها في عام. الاول في شهر عاود نفس التمرين 365 مره، والثاني في سنه واحده عاود نفس التمرين 30 مره. لا يستويان مثلا. وخلاها جيمس كلير مؤلف كتاب العادات الذريه اتوميك هابيتس، في كل لحظه كتعاود فيها نفس العاده فراك بهذه الطريقه بحال كتفوتي كتصوت على الهويه اللي بغيتي توصل لها. بحال الا حنا في الانتخابات كل مره ديال التكرار ثاني كتصوت. الانسان او الشخصيه اللي خدات اكبر عدد من اصوات من التكرار بحال المترشح اللي خدا اكبر عدد من الاصوات، وبالتالي سي نورمال ينجح في الانتخابات. وكذلك في الحياه كل مره كتجبد الدفتر تكتب الخواطر ديالك انت بهذه الطريقه بحال كتحط التصويت ديالك باش تنجح في الانتخابات وتاخذ لقب هويه الكاتب. وكل لحظه كتستثمر فيها فلوسك او توفرها فراك كتصوت على هويه المليونير، وكل لحظه كتعاود فيها نفس الروتين الرياضي فراك كتصوت على هويه لو سبورتيف ولا الجسم السليم. كلما تكرر الامر تقرر، والتكرار يصنع المعجزات. ولهذا من اليوم غتشد ورقه وتعاهد نفسك انك في كل لحظه درتي شي عاده صحيه او روتين ايجابي، قراءه، كتابه، رياضه، غتحط علامات الانجاز في المربع
حاول تخصص كل ورقه لعاده معينه، وغتلاحظ انك مباشره من بعد ما تتجاوز 100 مره ديال التكرار غتبدا تلاحظ التحسن والتطور. وبهذه الطريقه ما تبقاش تحسب شحال من ساعه كتخدم، ولكن غتولي تحسب شحال من خدمه كدير في الساعه. كان معكم الكاتب محمد بابور، مؤلف كتاب غير حياتك في 70 يوما. Thanks for watching and see you in the next video. Peace.